ضربة جزاء ديارة، وهنا محاولة المرور من راؤول غونزاليس، والقرار يبدو أنه على وجود ضربة جزاء. تدخل موجود، نعم بالقدمين، التدخل موجود من أرانزوبيا، والانذار على أرانزوبيا، وبالتالي ضربة جزاء. ياهو من شوط في بداية الليغا الإسبانية. ريال مدريد ضربة جزاء، الأولى ممكن مع الفريق الملكي للأغلب في تاريخ كرة القدم. رونالدو على التنفيذ، كريستيانو رونالدو على التنفيذ، وأرانزوبيا في المرمى يتقدم. جول هو الثاني لريال مدريد، هدف ثاني، لكن الأول لكريستيانو رونالدو رسميا مع الفريق الملكي من ضربة جزاء. أرانزوبيا بالمناسبة راح في نفس الاتجاه، اختياره للزاوية كان سليم جدا، لكن كرة كريستيانو رونالدو كانت محكمة وقوية جدا، ما في تسلل. بالفعل القرار سليم على وجود اللعبة الأولى، وفي اعتقادي ضربة الجزاء موجودة، لأن حارس المرمى أرانزوبيا تدخل بقدميه، وبعد ذلك الكرة توضع بهذه القوة من كريستيانو رونالدو، يظهر رسميا للمرة الأولى. عاد راح